تعرف ان المواقع اللي بتظهر في النتائج الاولى لمحرك البحث بتستحوذ على نسبة من 70 ل 90% من الزيارات، وده بحسب موقع موز. فبالتالي لو موقعك مش من ضمن المواقع دي فانت بتخسر فرص كبيرة لزيادة مبيعات. انا محمود نبيل، والنهارده هنتكلم عن الاس اي او، وليه لو ما اهتمتش بالموضوع ده هتضيع على نفسك فرص كتيرة. لو فاكر ان بمجرد اطلاق موقعك فهيظهر في النتائج الاولى في محركات البحث، فاحب اقول لك للاسف الكلام ده غير صحيح. وهنا انا اقصد بالظهور ان العميل يكتب اسم المنتج او الخدمه اللي انت بتقدمها فيظهر موقعك في النتائج الاولى، مش انه يكتب اسم شركتك. طيب دلوقتي احنا اتفقنا على اهميه ظهور موقعك في النتائج الاولى في محركات البحث، وافضل طريقه توصل بيها لده هو الاس اي او تهيئة الموقع للتوافق مع محركات البحث. خلينا نتفق ان محرك البحث هدفه الرئيسي ان اي حد بيبحث عن موضوع يوصل لنتيجة بحثه في اسرع وقت ممكن. فبالتالي انت هدفك انك تقنعه انك من افضل المواقع اللي بتتكلم عن الموضوع ده. فبالتبعية محرك البحث هيرتب موقعك في النتائج الاولى اللي بتظهر لعميله. تعال نعرف ايه اللي انت محتاج تعمله عشان توصل للهدف ده. اولا، الكلمات البحثية. اختار كلمات يكون عليها كثافة بحث عالية وتكون موجودة بكثافة في محتوى موقعك ومتوزعة بشكل صحيح في الاماكن المخصصة ليها. ثانيا، سرعة موقعك وادائه وقلة استخدامه لموارد الزوار، ودي تقدر تتابعها من خلال جوجل بيج سبيد انسايتس. ثالث نقطة، كود موقعك يكون سليم وما فيهوش اي اخطاء برمجية. رابع نقطة، اهتم ان موقعك يكون متوافق مع الشاشات المختلفة زي الموبايل والتابلت واللابتوب. خامس نقطة، اهتم بالصور اللي على موقعك بكل تفاصيلها، ودي اتكلمنا عنها بالتفصيل في فيديو قبل كده تقدر ترجع له. النقطة اللي بعد كده، اهتم انك تستخدم في موقعك البيانات المنظمة او السكيما، ودي عبارة عن اكواد بتضيفها في موقعك بتساعد محرك البحث انه يتعرف على المنتج او الخدمة اللي انت بتقدمها بطريقة اكثر تنظيما. النقطة السابعة، اعمل سايت ماب لرابط موقعك، ودي عبارة عن خريطة بتكون فيها رابط موقعك بشكل منظم بتقدمها لمحرك البحث عشان يقدر يأرشف موقعك بطريقة سليمة. كل النقط اللي قلناها دي تقدر تعملها داخل موقعك، لكن في إجراءات تانية محتاج تعملها بره موقعك زي الباك لينكس. الباك لينكس باختصار هي روابط من مواقع أخرى تؤدي إلى موقعك. وعشان تفهم أكتر، افترض إنك كاتب على موقعك مقال أفضل تطبيقات الجوال، وجات جريدة مشهورة ضافت رابط مقالك في أحد مقالاتها، ده يعتبر باك لينك. خلي بالك، وجود باك لينك قوي وذو جودة من أهم العوامل اللي بتأثر على ترتيب موقعك، ومش أي باك لينك مفيد. لازم الباك لينك يكون من موقع ذو صلة وموثوق وبدون سبام، لان الباك لينكس الرديئه ممكن تضر ترتيب موقعك. لاحظ ان شغل الاس اي او بياخد وقت على الاقل من 3 ل 6 شهور عشان تبدا تظهر نتائجه، وبيحتاج شغل مستمر. نصيحتي ليك، لو مش هتعمل كل الخطوات اللي قلناها حاول على الاقل تعمل بعضها، لانها هتفرق معاك في ترتيبك. ما لا يدرك كله لا يترك كله.